يقول الحق سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود فيها، وفرضناها يعني فرضناها عليكم وعلى من يأتي بعدكم، وأنزلنا فيها آيات بينات أي مفسرات واضحات. لماذا؟ لعلكم تذكرون. والزنا ضد هذا القانون لأنه يورث الشك في الأنساب، فالوالد لو علم أن هذا الولد هو ابنه وهو متيقن وواثق من ذلك سيكون متلهفا في أن يشبع الولد من جوع، وأن يكسره من لباسه، وأن يتعب ويشق على نفسه من أجل أن يلبسه أو يطعمه أفضل اللباس وأفضل الطعام، وأن يعمل كل جهده لأجل إسعاد أولاده. سوف يشقي نفسه من أجل إسعاد عائلته. أما إن كان شاكا في كونه من دمه وظهره فإنه لا يعيره اهتماما، وسيكون ملقيا في الأرض. لا يعرف الطفل حنان الأب ولا حب الأم، وكل ذلك بسبب الفاحشة الواقعة بينهما. وخلاصة المعنى أن الأب والأم إن حصل النكاح بينهما فإن من فطرة بني آدم حب الإنجاب، فهما يحاولان كل جهدهما ويبذلان كل جهدهما ويذهبان للدكاترة من أجل الحصول على طفل. أما إن كان مدسوسا بالزنا سوف يموت الطفل في بطنها، أو تقوم هي بعد الولادة بوأد الطفل أو برميه حتى يأخذه أحد غيرها ويربيه. وهذه الآيات التي فيها حدود للزنا، المقصد من وضع هذا الحد هو أن الله عز وجل يريد أن ينشئ خليفة الله في الأرض من إخصاب طاهر، ويتبين أن من يخالف هذا المنهج فإنه راغب بأن يفسد شرف الخلافة في الأرض، وراغب أن ينجس طهر الخلافة، طهر الخليفة. وهذا الشخص يجب أن يقضى عليه ويقضى على فساده. لماذا؟ لأنه سبب في نشأ الخليفة غير شرعية، نشأة غير شرعية، لأنه سيكون سببا في فساد أمة بأكملها، وكل إنسان خليفة الله في الأرض. لا تنبأ لطفل رضيع أتى من ظهر أب فاجر وأم فاجرة لم يخاف الله لحظة. وأيضا من أسباب تحريم الزنا هو الحد والمنع من الحقد والضغينة. يعني تخيل أن الشخص تعدى أو زنى مع أحد محارمك، أختك، أمك، ابنتك، تقوم أنت تحقد ويغل قلبك وترغب بقتلها وقتله معا. ومن هنا من أسباب تحريم الزنا أنه يتعدى شره لغيره ويفسد مجتمعا بأكمله، ولذا يجب القضاء على الفساد وأسباب الفساد والمفسد أيضا. يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تتحدث الآيات عن مدخل الزنا. وقبل الشروع في تفسير الآية يجب القول أن الإسلام جاء لحفظ الضرورات الخمس. ما هي هذه الضرورات الخمس؟ الدين والعقل والمال والنفس والعرض، فشرع حدودا تحفظ هذه الضرورات الخمس. فبإقامة حد السرقة يحفظ المال، وبإقامة حد القصاص وأمور الجنايات تحفظ الأنفس، وبحد الزنا والقذف يحفظ الأعراض، وبإقامة حد السكر
يحفظ العقل. وبإقامة هذه الحدود كلها يحفظ الدين. الحد عبارة عن عقوبة مقررة شرعا في معصية استيفاء لحق الله عز وجل، لكن هناك فرق بين القصاص والحد. القصاص ترك الله أمره لأولياء الدم أو الجناية، أما ولي الأمر فدوره هو الحكم والتنفيذ. ومثال على ذلك لو أن رجلا قتل رجلا آخر، فالقاتل عليه 3 حقوق: حق لله عز وجل، وهذا الحق يسقط بالتوبة، يعني القاتل يتوب، وحق للمقتول بعينه بحقه يعني لذاته، حق المقتول يبقى ولا يسقط، ويبقى ليوم القيامة يفصل الله فيه. أما الحق الثالث فهو حد لأولياء الدم، وهذا ما يدور الكلام في فلكه. حد أولياء الدم مخيرون بين القصاص أو الدية زادت أو نقصت بالتراضي أو العفو، وهنا دور ولي الأمر هو التنفيذ. ويجب معرفة أن الحدود حق لله لا تسقط لا بعوض ولا بدون عوض، ولا تجوز الشفاعة فيها أبدا، بينما تجوز الشفاعة في القصاص. مثال على القصاص أن يأتي أمير أو وزير ويدفع دية بمبلغ كبير جدا ليسقط القصاص رغبة في حفظ دم آخر، يعني يدفع لأولياء الدم مبلغ كبير، بهذه الشفاعة يحفظ دم آخر، وهذا أمر يجوز شرعا. وآيات سورة النور جاءت بالحدود، جاءت بحد الزنا. الزنا غني عن التعريف، لكن دعني أوضح لك أمرا. إذا تحقق الجماع بعد مهر وزواج فهذا يسمى نكاحا شرعا. أما إذا أرغم الرجل امرأة لا تحل له بالتهديد والسلاح، فإنه في هذه الحالة الرجل يعتبر مغتصبا وزانيا، يقام عليه حد الزنا. أما المرأة فلا يلحقها شيء من الشرع، لأنها كانت مجبرة مكرهة لا خيار لها. أما الحالة الثالثة فهو أن يتم الجماع بالتراضي بين الطرفين سرا بدون نكاح، هذا يسمى زنا. ويجب تحديد شيء آخر، وهو أن المرأة التي تجامع الرجل عن تراض من الطرفين يسمى الرجل زانيا، والمرأة زانية إن لم تطلب مالا. أما المرأة التي تطلب مالا مقابل الجماع مع رجل لا يحل لها فقط من أجل المال تقوم بفعل الفاحشة والزنا، تسمى هذه المرأة بغية، تسمى بغاء. والشاهد في الأحوال الأربعة المتعة الجنسية في المقام الأول. فإذا تمت المتعة الجنسية عن تراض بعد مهر وزواج فإن هذا نكاح، وهو أمر من أعظم السنن. أما الحالة الثانية فلا يلحق المرأة شيئا أبدا، لكن الرجل يعتبر زان ويقام عليه الحد. والحالة الثالثة زنا يجلب الحد وتسمى المرأة زانية. والحالة الأخيرة أيضا يجلب حد الزنا أو تجلب حد الزنا، ولكن تسمى المرأة بغي أو بغيا، لأنها تطالب بالمال مقابل فعل الفاحشة. والمقصد من تفصيل كل هذا أن الإنسان قبل أن يحكم على شيء يجب أن ينظر في واديه في الشرع، مجراه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أبدا أن يعمل بنص ويهمل نص آخر. يعني لا يحق للمرء أن ينظر لنصوص الشرع نظرة جزئية، يأخذ ما يريد ويترك ما يريد،
فهذا خطأ منهجي كبير. فقبل الحكم على أي شيء يجب النظر إلى القضية بكل جوانبها، ثم الحكم عليها من قبل ولي الأمر. عندما قال الله عز وجل الزانية والزاني، حد الزنا المذكور هنا يتعلق بالزاني والزانية البكر، أي غير المحصن، غير المتزوج. المحصن هو المتزوج، أما البكر فهو الغير متزوج. فإن حد الزنا في الرجل المحصن أو المرأة المحصنة المتزوجة فهو الرجم حتى الموت، بالسنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رواها أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وخالد وجابر وغيرهم من الصحابة. باقي تفسير الآيات في الحلقة القادمة. سوف أكون مسرورة جدا إن ضغطتم اشتراك في القناة، وشكرا.